في فيديو النهاردة ان شاء الله هنحاول ان احنا بأقل تكلفة بالنسبة للزمن اللي احنا فيه ده ناكل فراخ لأكتر من نص رمضان. نكون مجمعين كده شوية حلوين شايلينهم في الفريزر بحيث لما نحب ان احنا ناكل فراخ ناكل فراخ. النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة كنتاكي الأصلية، مش زي اي حد يقولك الأصلية، لا بجد انا جايبالكوا الطريقة الأصلية من المطعم ذات نفسه. وهنعمل كمان الناجتس، وكمان هنعمل شوية تفريزات كده من غير ما نعمل اي اهدار لاي حاجة. يلا بينا ندخل على الفيديو. قبل ما ندخل ما تنسيش تحط لايك للفيديو ده علشان هيعجبك ان شاء الله. بدأت انا كده دول 3 فرخات، انا اشتريت 4 فرخات. تمام. الفرخة يعني كانت في رينج مثلا ايه 2 كيلو، 2 كيلو الا 100 جرام حاجات كده يعني. تمام. فدول 4 فرخات، دول بقى 3. خدت ال3 دول قطعت الفرخة على 8. خلاص بقى انا هبطل ان انا اقطع على 4، فانا قطعت الفرخة على 8 وغسلتها حلو قوي. وهبدأ ان انا كل طبق احط 4 قطع اللي هم مين، اللي هم افراد اسرتي. خلاص. وهشيلهم في الاطباق، مش هعمل لهم ولا بصل ولا اي حاجة زي ما كنا بنعمل قبل كده في التفريزات، لان كيلو البصل وصل ل20 جنيه. فانا مش حابة ان انا اعمل اي اهدار، لا احنا هنشيلهم كده، نغسلهم غسلة كويسة وهنشيلهم كده. ولما نطلعهم عشان نستخدمهم نشوف احنا هنعمل ايه. يعني لو هنسلقهم هنعمل لها البوكيه جرنيه عادي خالص ونحطه في الشوربة ومفيش اي مشاكل. لو هنشويها نعمل لها التتبيلة، يعني على حسب ساعتها انتي هتعمليها ايه. ده طبق كده حطينا فيه الفراخ. ال3 فرخات دول عملوا معايا 6 اطباق. تمام. لان الواحد فيه 4 قطع. وكمان خدت الكبد والقوانص بتوع ال4 فرخات وحطيتهم في طبق تاني، لان هنعمل الكبده دي بطريقه حلوه قوي ان شاء الله. هنزلها لكم في القناه، طريقه جديده يعني، مش بقى الطريقه المعتاده اللي احنا متعودين عليها. وكمان كان في اللي هو الرقبتين كده ولا حاجه، رحت احطهم برضو وهنا الكبد والقوانص. وان شاء الله لما نعملها هنستغل كل الكلام ده. دي كده كان الجزء الاول. عايزه اقول لكم ان في صندوق الوصف باذن الله هسيب لكم مقاطع. يعني لو انت عايزه تخشي مثلا على الكنتاكي على طول اضغطي، عايزه تخشي على الناجتس اضغطي، عايزه تخشي على الحمام اضغطي. هنا بقى دول 4 حمامات، يعني جوزين. جبتهم وغسلتهم حلو قوي، لاني انا ان شاء الله يعني عايزه اعمل لهم يوم حمام كده في رمضان، وهنعمله بالطريقه الاصليه بتاعه ام حسن، مطعم ام حسن. هعمل لكم بالطريقه الاصليه واعرفكم ايه هو سر ام حسن ان شاء الله. جبت برضو الحمام ورحت غسلاه. عاوزه اقول لكم يعني الراجل اللي هما بارك كان منضفه حلو جدا جدا، يعني ما شاء الله عنده ضمير. انا يا دوبك غسلته كده. والكبد والقوانص حطيتها في كيس علشان ما تبقاش ما تتبهدلش يعني، وشلتهم في الفريزر. حابه اقول لكم ان انا لما جبت الاكل ده كله شيلته في الفريزر، لان اليوم ده كان مهلك، يوم المشتريات. وبعد كده بقى طلعته تاني يوم وبدات ان انا اشتغل فيه. دي الفرخه اللي انا بقول لكم عليها، مش انا قلت لكم جبت 4. دي بقى الفرخه الرابعه، دي انا عايزاها كده صحيحه علشان هنعملها اختراع. بما اني بقى مفيش بط في المشتريات دي، عايزه اقول لكم البط سعره معدي جدا قوي قوي يعني. فالفرخه دي هعملها لكم بطريقه كانكم بتاكلوا بط باذن الله يعني. فدي كده غسلتها غسله كويسه قوي وشيلتها صحيحه زي ما هي. يلا بينا بقى ندخل على الكنتاكي. الكنتاكي ليها شروط. الشروط بتاعتنا اول حاجه ان احنا بنعمل لها محلول نقع ونقعدها فيه 24 ساعه، يوم كامل بتكون في محلول النقع. طيب محلول النقع ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مية وفيها معلقتين من الخل، وفيها 2 عصير ليمونة، يعني ليمونتين متقطعين شرايح. انا بما اني عصرة الليمون مفرزة فحطيت العصير بتاعهم وحطيت كمان القشر بتاعه. تمام. وهنحط فلفل اسمر، لو عندك فلفل اسمر حصى يكون افضل بكتير يعني. وكمان هنحط عودين من القرفة، لو عندك القرفة عيدان يكون افضل. خلاص يبقى الفلفل الاسود يكون حصى والقرفة عيدان. طب مفيش هتحطي زي بقى كده الفلفل بودرة والقرفة بودرة.
خلاص. يبقى هنقول لتر ميه، خل، يعني قولي مثلا ربع فنجان من الخل، وكمان حطينا 2 ليمونه وفلفل اسود وقرفه ومعلقتين من الملح، معلقتين صغيرين من الملح، وكمان معلقتين من السكر. خلاص. يبقى هو ده المحلول اللي احنا هنعمله، هنبيته فيه. هنجيب الفراخ بتاعتنا وهنفتحها. لو انتي حطيتي الفراخ ونسيتي تفتحيها في المرحله دي مفيش مشكله، تقدري تفتحيها في اللي جايه، بس لو فتحتيها في دي هيكون افضل. انتي دلوقتي هتكوني بتسوي الفراخ لما تقعديها 24 ساعه، هتكوني بتسوي الفراخ بنسبه 35%. تمام. هنعمل بقى المحلول ده وهنبيتها ايه فيه، وتاني يوم هقول لكم احنا هنعمل ايه بالظبط. طبعا هتدخليه التلاجة، يعني مش هتسيبيه بره التلاجة، هتدخليه في التلاجة. الكمية دي تعمل معاكي من فرخة لفرختين، المقادير اللي احنا قلناها دي. تمام. كل ما هتعلي كل ما ما هتعلي في المقادير. بس كده خلاص احنا نقعناها. هنغسلها بقى حلو، وبعد كده نشوف ايه المرحلة التانية اللي احنا هنعملها. بصوا الفراخ هتلاقوها ابيضت بعد ما كانت حمرة، شايفين بقى تاني يوم ابيضت كده. خلاص انتي عديتي مرحلة كويسة قوي. طيب ايه بقى الحاجة اللي احنا هنحطها اللي هو بتاعت اليوم التاني؟ اليوم الاول خلاص عدى، اليوم التاني بقى هنعمل ايه؟ هنجيب لتر من الحليب وهنحط عليه معلقة من الخل، او تحطي حليب رايب، وكمان هنضيف عليها معلقة من البردقوش، معلقة، طبعا الكلام ده معالق صغيرة، تمام، من الفلفل الاسمر، معلقة من الثوم البودر، معلقة من الخردل، معلقة من البصل البودر، معلقة من الكرفس، معلقتين من الملح، تمام، معلقة من البابريكا، وعندنا كمان نص معلقة من الريحان. ما تزوديش قوي في الريحان. تمام. استغنيتي عن اي حاجة من الحاجات دي مش هيطلع معاكي الطعم اللي انت بتاكليه في المطعم. يبقى الحاجات دي ضرورية جدا، وهي دي اللي هتديكي الطعم. وبعد كده هننزل بقى بالفراخ وهنبيتها يوم كمان. في اليوم اللي بعد كده هنعمل لها الكفر الخارجي زي الاستريبس مثلا، هسيبهولكوا في صندوق الوصف عشان تعرفوه، وهتحمريها عادي خالص وتاكليها. اما انا بقى فانا هفرزها. تمام. ان شاء الله لما هاجي اسويها معاكم على القناه، علشان برضو لو حبيتوا تشوفوها. بس بجد هتاخدي طعم، هتاخدي قرمشه. بصي هتجيبي المطعم لحد البيت. دي كده كانت الكنتاكي. هنعمل بقى دلوقتي ايه؟ البانيه. البانيه بقى عملناه بكذا طريقه بكذا حاجه، يعني البانيه بيبقى براحتك فيه بالنسبه للتوابل. يعني حطيت توم باودر وبصل باودر، وحطيت بصله في الاول وحطيت عليها ملح وفلفل اسود، ودعكتها حلو قوي مع التوم البودر والبصل باودر والبابريكا. وكمان بحب احط قوي ملح مبهر لانه بيكون فيه جميع انواع التوابل. وكمان اديتها سماق، واديتها شويه من الكاتشب، شويه من المستردة، شويه من الصويا صوص، براحتك بقى ايه في البانيه زي ما قلتلك كده. وكمان هديها شويه من الحليب، وهرص البانيه بتاعي فيها. لو مش عايزه حليب تقدري تحطي زبادي، لكن ما ينفعش ما تحطيش علشان خاطر ما يطلعش ناشف معاكي. عشان يطلع معاكي مقرمش من بره وطري من جوه لازم تضيفي حليب. تمام. وكمان اهم حاجه هي معلقه الخل، ما ننساش معلقه الخل. التفريزات بتفرق معاكي في الوقت، بتفرق معاكي في المجهود. ماشي. مش بنعمل بقى تفريزات احنا رمضان اكل، لا مش موضوع رمضان اكل، احنا عامه بنعملها شهريا بدل ما الواحد ينزل كل يوم، والاسعار كل يوم يعني في الطالع. فالتفريزات بجد بتبقى مريحه جدا، بتتعبي يوم واحد بس بعد كده بترتاحي. انا عملت تفريزات كتيره جدا في يوم واحد وهنزلها لكم كلها، وهتلاحظوا ان انا يعني كلها في يوم واحد ان شاء الله. ليه؟ تفريزات لحمه، تفريزات فراخ، تفريزات سحور رمضان. يعني عملت حاجات كتيره جدا في اليوم ده، وبصراحه هيريحني يعني فتره زمنيه كبيره قوي. المهم بما ان البانيه غالي يعني، فانا قسمته على طبقين. ده كيلو من البانيه، فقسمته على طبقين، كل طبق يكون نص كيلو.
المرة دي بقى مفيش اهدار يعني، علشان الموضوع مش مستحمل. كنا بقى بنعمل حواوشي وبنعمل كفتة وبنعمل حاجات كتيرة كده يعني، بس خلاص الميزانية يعني الحالة الاقتصادية مش سامحة بالكلام ده. بس هسيبلك فيديوهات برضو في الوصف لو حبيتي تاخدي افكار وتنفذيها. هنا بقى ده كده هنقول مثلا ربع كيلو من البانيه، تلت كيلو من البانيه، شوية يعني كام قطعة كده من البانيه. هقطعهم تقطيع عشوائي وهضربهم في الكبة. قبل ما هضربهم في الكبة هجيب صباعين من الفينو. انا مفروض ان انا اقشر الفينو من بره كده تمام ومن جوه، واخد القلب بتاعه بس انا لقيت الفينو مفهوش اصلا قلب. الفينو كله هو عبارة عن الوش اللي بره واللي جوه. الرغيف ابو جنيه ده بيكون صغير قوي، انا بحب التاني، بس ده بقى اللي جالي فاضطريت ان انا اقطعه زي ما هو، والحمد لله يعني ما بانش في الاكله. قطعت صباعين الفينو وحطيت عليهم ميه سخنه كده علشان هستخدمه دلوقتي. بعد كده بقى هجيب الكبه هضيف فيها البانيه، وكمان هصفي الفينو ده حلو قوي وهضيفه في الكبه، بس بعد ما اضرب البانيه الاول. خلاص يبقى ضربت الفراخ بتاعتي، وبعد كده هصفي الفينو ده واحطه عليها. اهم شيء تصفي الفينو حلو قوي، ما تخليش فيه ميه، عشان لو خليتي فيه ميه هي هتفك معاكي وهتبوظ. تمام. طيب ايه اللي هيمسك معايا الكلام ده؟ اللي هيمسك معايا الكلام ده هو الفيجيتار، سواء اللي هو الاكياس العاديه او الفيجيتار اللي احنا بنجيبه بتاع مايويه ده، حار او بارد على حسب ما انتي بتحبي طعمه. هنديها بقى كمان توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسود، والتوابل يعني لو عندك توابل فراخ، 7 بهارات، اي توابل حابه تحطيها كده حطيها بتدعمي الطعم بيها. انا مش عايزه افرض عليكي توابل معينه، يعني ده مش زي كنتاكي خلاص كتاب ماشيين عليه، انما ده لا عادي. وكمان ضفنا بيضه وهنضربهم بقى مع بعض كلهم كده، وهنبدا ان احنا نشكلها. بس هنشكلها امتى؟ هنشكلها بعد ما نشيلها في التلاجة لمدة نص ساعة على الأقل، عشان تبقى متماسكة معانا كده وحلوة. بعد نص ساعة هنجهز بقى الكفر بتاعها الخارجي، اللي هو عبارة عن دقيق، نشا، معلقتين من النشا او معلقة من النشا عادي، على 4-5 معالق من الدقيق، وهنضيف عليهم معلقتين من الفيجيتار، وهنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض. وكمان هديها بقى توابل ملح مبهر وملح، تمام، وفلفل اسود. هقلبهم حلو كده مع بعض، وبعد كده هبدأ اضيف عليها المية تدريجي لحد ما تعمل معايا عجينة سايلة. هنعمل حساب ان احنا هنضيف بيضة، فاحنا هنحط المية وهنحط البيضة ونقلبها ونشوف القوام بتاعها، هل هي محتاجة مية تاني ولا خلاص. المهم القوام بتاعها ولا هو خفيف ولا هو تقيل، يكون كده ايه مظبوط. لو عايزة تصفيها صفيها، انا بعد كده صفيتها، يعني بعد ما عملت 2-3 كده رحت مصفياها. هنجيب بقى اي طبق عندنا وهنحط فيه الفيجيتار كده. خلاص الحاجة بقت جاهزة معانا. نطلع بقى الفراخ من التلاجة ونبدأ نشكلها بالشكل اللي انت عايزاه. بصوا انا عملتها كده وبدأوا يقولوا لي طعمية دي ولا ايه، لما كلوها بقى اكتشفوها. فشكليها بقى، اعمليها مربعات، مثلثات، اي حاجة. المهم بنعملها بقى بالشكل ده وننزل في العجينة بتاعتنا اللي احنا عملناها، وبعد كده بحطها في البقسماط او الفيجيتار يعني. طبعا الفيجيتار ده حار بقى، فكانت كده مولعة وجميلة، اصل دول ما صبروش عليها واكلوها، معرفتش ان انا افرزها يعني، يا دوبك دخلت الفريزر وطلعت على طول. هنا بوريكم ان انا علشان اعمل فواصل، يعني ما ينفعش ان انا احط على بعض، لا انا لازم احط كيس كده فاصل
ما بين كل طبقة والتانية. وهبدأ ان انا ارصهم. الشوية اللي احنا عملناهم دول، شوية الفراخ دول، طلعوا معايا تقريبا 20 قطعة تقريبا او 19 قطعة، حاجة زي كده. وبس كده خلص الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى يكون عجبكم، اتمنى يكون افادكم ولو باي حاجة بسيطة. لو اول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي معايا وتنوريني في القناة. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تحطي الاعجاب. وحقكم عليا لو سامعين دوشة في الفيديو، بس يعني انا قاعدة في مكان مختلف المرة دي. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب وعلينا.